السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فكرة جديدة حبيت اشاركها معاكم، يا ريت تنال اعجابكم. بتمنى تتابعوا معايا الفيديو للاخر عشان هتنبهروا بالنتيجة. ولو اول مرة تشوفوني، انا تقى بقدم محتوى عن اعادة تدوير والافكار البسيطة. ويلا بينا نبدأ، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة معانا هنا ده جزء من فستان. الجزء ده عايزين نعمله بيزك او شميز يكون لحد الركبة، بيزك قصير او شميز يعتبر لحد الركبة، يلبس تحت الهدوم، بيتعامل معاملة البيزك بالظبط. معانا هنا فكرتين مبدئيا للتصميم ده، هنعمله على قماشتين مختلفتين، وهوريكم هنا احنا ازاي قدرنا نطلع من نص الفستان حاجة زي دي تبقى عملية معاكي في اللبس ومريحة جدا. خلي بالكم القماشة اللي احنا شغالة فيها دي مش محتاجة حتى السرفلة، ما انتش محتاجة تعملي فيها اي حاجة خالص، لمجرد انت بس لو عندك مكنة عادية هتقدري ان انت تنفذيها بكل سهولة. القطعة دي محدش يقدر يستغنى عنها في اي دولاب، مهمة جدا، بس ممكن تعمليها من حاجة موجودة عندك. لو لاحظتوا هنا في القص ان في جزء امامي وجزء خلفي، الجزء الخلفي كان فيه خياطة فاحنا طبعا حطيناها في الخلف، والجزء الامامي كان مظبوط معانا جدا في القص واستخدمناه هو الامامي. هنعمل الكتاف بكل سهولة زي ما انا بقول لحضراتكم كده، هتلاقي الموضوع سهل وبسيط جدا وهيخلص كله على المكنة، تقفيل نظيف مفهوش اي مشاكل، مش ممكن ما ترجعيش لسرفلة تماما. لو حابة بس تعملي سرفلة للكتف والجناب، لو مش عايزة مش هتحتاج اي حاجة خالص. القماشة دي ما بتفتلش، ما فيهاش اي مشاكل. القماشة دي زي ما انتم شايفين فيها مطة، فهنبتدي ان احنا نعمل حردة الرقبة، مش هتبقى واسعة قوي لان كده فيها مطة، وفي نفس الوقت احنا حتى واحنا بنعمل حردة الرقبة هنقلبها قلبتين على بعض كده من غير سرفلة ولا اي حاجة. ونفس الموضوع ده هنعمله في حردة الابط. هنقفل الجناب بتاعة البيزك، وهيبقى ده كده جاهز معانا لمجرد ان انت تعملي الكام خطوة دول، هيبقى معاكي فينش تحفة جدا والنتيجة مبهرة. ومش هتصدقي ان ده طالع من حاجة كانت موجودة عندك وهي بالفعل كانت هتترمي. انا الفستان حرفيا ما صورتوش لاني العميلة جايبالي الجزء ده بس، يعني هي فكة الفستان ومطلعة منه الجزء ده بس، فمعرفتش اصوره لكم ان هو ده فعلا كان جزء من فستان مش فستان كامل. انت تقدري تعملي من حاجة ملهاش قيمة فعلا حرفيا لحاجة جميلة جدا. عندك كده قفلنا الجزء ده بتاع تحت الإبط، قفلناه بنفس الطريقة بتاعة حردة الرقبة زي ما اتفقنا، قفلنا اللي هو سنتي على سنتي خياطة وقفلناه، مش محتاج سرفلة ولا أي حاجة، وقفلنا الجناب، وكده بقى معانا البيزك جاهز. زي ما نشوف كده في المانيكان هيبقى على تانية العميلة زي ما هي هتحب الطول بتاعه، زي ما انتوا شايفينه كده على المانيكان. كده نكون ده أول فكرة في الفيديو النهاردة. ولو وصلت معايا لحد هنا بتمنى تكون الفكرة عجبتك، وتابعيني على صفحاتي على السوشيال ميديا، على فيسبوك وتيك توك، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، ويا ريت تعملي سبسكرايب على اليوتيوب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، لان احنا ابداعاتنا ما بتنتهيش. الجيبة اللي موجودة عندنا كلنا بتاعت امهاتنا، الجيبة دي كانت ترندي في الزمن بتاعهم، بس احنا في الزمن بتاعنا هنعملها حاجة برضو احنا اللي بنلبسها، هنعملها نفس الفكرة بالظبط بس من القماشة دي. شفتي بقى الجيبة دي ممكن يبقى ليها قيمة ازاي؟ احنا هنعمل منها نفس الفكرة اللي احنا عملناها بالظبط في البيزك الاول، ونطلع منها بيزك سادة يتلبس تحت الهدوم ويبقى قصير للركبة برضو، او لو انت اعتبرتيه شميس قط برضو،
وهي نفس الموضوع. هنبتدي ان احنا نطلعه، بس هنا لازم نعمل حساب لحاجة، عشان كده انا عشان كده صورت لكم الجزء ده. لازم نعمل حساب ان هنا القماشة دي مختلفة، ما فيهاش مطة. القماشة دي هنعمل لها حساب في التلبيس، وانك ازاي تقدري تلبسيها وتخلعيها. ان انت هنا لما تيجي تلبسيها محتاجة طبعا سوستة عشان تبقي المقاس مظبوط عليكي في اللبس، وفي نفس الوقت وقت اللبس تعرفي تلبسيها. هنعمل بكل سهولة الجزء بتاع حردة الإبط وحردة الرقبة، وهيبقى معانا كده البيزك جاهز بعد الشغل على المكنة. بس هنا طبعا هنحتاج نسرفل ونقفل الشغل كويس عشان خاطر ان الفينش يبقى تمام والقماشة ما تتبهدلش مننا. بعد كده هنبتدي ان احنا نركب لها سوستة ونشتغل كل ده على المكان. انا هوريكم طبعا الفينش النهائي بتاع الشغل، ولو حابين تعرفوا التفاصيل اكتر هتتابعوا تراجعوا الجزء بتاع الاسود. بس هيزيد عليه ان انت الاول هتسرفلي حربة الرقبة وتحت الابط عشان تطلع الفينش كويس. بتمنى الفيديو يكون عجبكم وتستفادوا منه وتشاركوه مع اصحابكم. سلام.